بقت ملكيه فكريه. يا دكتور انا بشوف بنفسي طالب بيجي هنا المكتبه يقعد ينقل بخط ايده كتاب باكمله. معقوله؟ فين الطالب ده؟ يا ريت بقى لو شفتي لي طالب زي ده ابعتهولي اديله كتاب من عندي هديه. بصراحه هو ده اللي يستحق المساعده مني. تصور بقى يا دكتور انه اكتر من 50% من الطلبه يستاهلوا المساعده. يا سلام. خلاص ابعت لي الطلبه كلها، ما انا عارف انت عاوز تخرب بيتي. سلام. مع السلامه يا دكتور. الحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة. وبعدين يا حاج انا ورايا شغل. انا يا اخويا مش عارفه عرسان ايه دي. اذا كان يا اخويا بيعمل فينا كده من اولها، امال بعد كده يا اخويا هيعمل فينا ايه؟ يا اختي الغايب حجته معايا ام نوسه. اقعدي ساكته بقى. ام نوسه عندها حق على فكره، بقى قله قيمه بقى. معلش عادل بقى، اصبر شويه يا اخي، كل تاخيره فيها اخيره، وادينا قاعدين بنشرب سجاير اهو، في ايه؟ لا يا عم حسين عيب، يبقى الحاج قاعد وانت قاعد وانا قاعد مستنيين حته عيل هتيه لا طعنا عشان يقرا فاتحه. حد معاه نمره العيل ده؟ انا اعرف له حاجه يا عم عادل، ده انا حاسس اني معزوم غلط في الليله الزرقاء دي. ادي البنات وخلفتها يا سيدي، خلفه عرق. مالها بقى خلفه البنات يا خلاص يا بنت الواطي لحسن اقوم. الواد ما جاش ليه يا بت؟ ما اعرفش يا عمي. هات رقم. رقمه؟ انا ما عنديش رقمه، انا ما اعرفوش قبل كده والله يا عمي. طب هات تليفونك. تليفوني؟ هات تليفونك بقول لك. حاضر حاضر. كبامة هرت على اساس يعني ان ابوك ما يعرفش انجليزي. والله خايبه. الو. قفل ابن الصرمه لما سمع صوتي. الواد ده مش واخد ميعاد عشان يجي يخطبك؟ ما جاش ليه؟ والله ما اعرف يا عمي. الواد ده ساكن فين؟ وانا مش عرفني. انت هتنطقي ولا علقك على الحيطه؟ حاره ناصر، حاره ناصر تاني حاره بعد الورشه. طيب مين فيكم فتحي؟ ترى صاحبك. سلام يا فتحي، هبعدي عليك وقت تاني. سلام سلام، اجي لك ربنا معاك. ما تخافش لا ولا طعني انا والحاج سعد حديده مستنيينك. طب اتصل الغي الميعاد، موت الجوازه من اصله. في ايه بس يا عم عادل؟ افهم بس. في ايه؟ انت عبيط؟ انت مش بتكلم الناس عشان تيجي تخطب بنتهم؟ انت شارب ولا عمال بعيد؟ والله العظيم ولا اي حاجه يا عم عادل من اللي انت بتقوله ده. انا الموضوع ما فيه بس ان ابويا مش موافق على الجوازه دي من اصله، عشان عايز يجوزني بنت عمي، وحلف عليا والله 100 يمين ما هيساعدني في جوازه موسى خالص. وانت فاكر ان احنا هنموت عليك؟ مفتاح. ما ينفعش يا عم عادل، انا لازم اتجوز موسى. لازم ليه؟ بحبها والله العظيم بحبها. انا خايف منك بس انا هقول لك على حصل، واللي يحصل يحصل. انا غلطت مع نوسة، واللي عايز تعمله فيا اعمله، بس انا والله العظيم عايز اصلح غلطي. حصل امتى؟ من سنه بس كده تقريبا. ابوك عارف؟ والله العظيم ما حد يعرف اي ما حاجه. قلتلوش ليه؟ ابويا مطلق امي من زمان ورمينا والله، واتجوز واحده تانية غيرها. امك فين؟ هي كمان متجوزه، وجوزها حالف عليا ان انا ما اروحش عندهم البيت. انا جاي تتجوز ازاي؟ جنب صحتك ياض. هو كل اللي عمله لي والله كاتب لي حته شقه في بيته اللي في فيصل، وقال لي ان ده تمامك ومش هعمل لك اي حاجه تاني. والله العظيم بحب الموسى.
تشتغل ايه يا قط؟ مكتبة عيسى بنزل كام يوم كده والايام التانية زي بتحشش. مش مدمن والله، بشرب تفاريحي بس كده. يا عم معاك الصح، بس هتطلع بقى خروف. لا والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزه. تجيب طقم جديد وبكره تيجي تخطب البت لوحدك. ابوك وامك فين؟ عندهم ظروف ما جوش. موضوع الشغل انا هظبطهولك. حاضر. انت رجولة يا عم عادل والله. تعمل حسابك شهر واحد وتكون متجوز. انا هرتب لك كل حاجه. هتطلع معايا راجل هكون في ظهرك. واوعى البت نوسه تعرف حاجه من اللي ضاربيني. لا ما تقلقش والله، والله العظيم ولا اي حد يعرف اي حاجه. انت تمامك اقطع رقبتك، بس الحاج سعد ما يستاهلش يزعل لحظه واحده على شويه عيال صغيره. والله العظيم ولا انا اقدر ازعله ولا ازعلك. والله بحبها وكنت جاي لولا ابويا هو اللي مات الكلام. مات الكلام. مع السلامة يا عم عادل. والله العظيم ما تقلقش، بكره هتلاقيني عندك. الحكايه اللي انت كلمتني فيها الصبح خلاص مات الكلام فيها. ايه الاخبار يعني؟ خلاص الواد كتر في الكلام، اديته اللي فيه النصيب. ازاي يعني؟ بس يا عم بكره تستلم الموقف، كلم انت البت صباح وظبط معاها. وبعدين؟ انت عملت معايا يعني؟ اتعور كتر اتعور. كتر اتعور؟ يعني هنبتدي الشغلانه من اولها كده كلها دم؟ ايه يا عم انت مالك قلبت حنين كده ليه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ الواد ده فين دلوقتي؟ مرمي في بيتهم، انت مالك جاب ورا ليه كده يا عم؟ ولا ورا ولا قدام، خليك قاعد. ايوه مين؟ انا زين. زينهم مين؟ انا عايز خالد، قولي له زينهم بس. اتفضل اتفضل يا خالد. ازيك يا خالد؟ انت زينهم اللي عايز الموقف وبعت له الهجام بتاعك عشان يطردني. والله يا ابني ابدا، وانا مش عايز الموقف ولا حاجه. انا جاي ازورك واقول لك سلامتك. والنبي يعني صحيح مش عايز تاخده؟